الثقة بالنفس وحب النفس يعتبر حاجة مكملين لبعض. الثقة بالنفس حاجة هتيجي بعد ما تحب نفسك، فانت لو لسه مش عارف ازاي تحب نفسك، ادخل على اخر الفيديو انا نزلت، انا اتكلمت عن حب النفس بطريقة مفصلة جدا، فادخل عليه وبعدين نكمل الفيديو دون، او اللي انت عايزه خلص الفيديو دون وبعدين نروح شوف حب النفس. الثقة بالنفس بتيجي ازاي؟ انت عمرك ما هتثق في حد انت ما بتحبوش، لازم الشخص ده وانت تحبه، عشان تديله الامانة، عشان تثق فيه في الاخر. وعشان تثق فيه الموضوع هياخد بروسس انك تحبه، تقعد كام شهر تعرفه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، اعرف نفسك وبعدين هتبدأ تثق فيه. دي الحاجة اللي انا جاي اتكلم عليها النهارده، ازاي تثق في نفسك. وفي الاخر اللي احنا عايزين نوصل له بعد ما تثق من نفسك ايه؟ اللي هو اخر مرحلة عايزين نوصل لها من ثقة النفس، عايزين تبقى ايه؟ عايزينها تبقى ايه؟ عايزينها ان انت مثلا لو حد جاي يتكلم عليك في وشك من ظهرك، عقلك مش هياخد معلومة غير اللي هو يعرفها منك. لو حاجة حصلت ما بينك وبين صحابك، مش انت بتقول له انا كنت يعني الموضوع كان هيبقى اسهل عليا لو انا عرفتها منك، مش من الشخص دون، الشخص اللي بره دون. احنا عايزين نوصل لكده، ان انت عقلك ما يصدقش المعلومة اللي طالعة دي غير لو هي جاية منك. يعني عايزينك تعرف نفسك وتثق في نفسك لدرجة ان انت عارف كل حاجة عن نفسك، انت مصارح نفسك باللي فات، وعارف انت هتعمل ايه، وبتدي لنفسك وعود وبتوفي بيها. هو معلش لو في حد انت بتثق فيه وحد ما بتثقش فيه، الحد اللي انت بتثقش فيه ده قال كلمة وحشة على الحد اللي انت بتثق فيه، هتصدقه؟ حتى لو هو صح انت هتصدقه؟ مستحيل. فاحنا ده اللي احنا عايزين نوصل له، انك تثق في نفسك لدرجة ان لو حد قال عليك كلمة وحشة عقلك ما يصدقهاش، عشان الكلام عامل زي السلاح. حرفيا الكلمة بتغير حياة بني آدم. الكلمة ممكن تجيب لحد تروما، الكلمة ممكن الأطفال يطلعوا معقدين وبيشتموا بيلعنوا بيسبوا بيضربوا بيصوتوا عشان اتقال لهم كلمة وفضلوا يسمعوها طول العمر. فمثلا لو انت حد من الناس دي وعايز تطير الكلمة دي من دماغك، لازم تعرف نفسك، لازم تعرف نفسك. انت لو في حد عايز تنفي معلومته هتعمل your own research على نفسك، هتعمل بحث عن نفسك عشان تشوف الشخص ده كلامه صح ولا لا. ولو هو كلامه صح، انا اعمل ايه عشان اخلي الحاجة دي تتغير، اعمل ايه عشان اثبت عكسه. احنا اللي بنختار الكلمة دي هنتصرف معاها ازاي، يا صح يا غلط. يا هثق في نفسي ان انا هغيرها واعمل حاجة وادي لنفسي وعد عشان الحاجة دي تتغير على الحقيقة حتى لو هي صح، يا اما هستسلم للواقع. بعد اذنك، اول ما تلاقي حد قال عليك كومنت سلبي، تاخدش الكومنت دون ان هو بيهددك. عايزاك تشوف هو قال عليك الكومنت ده ليه. لما حد بيقول لك كلمة وحشة او كلمة عقلك ما يعرفهاش عنك، يعني في حاجات انت بتعملها تلقائيا، حاجة انت يعني ممكن حاجة انت متعود عليها فبتعملها كل يوم، عقلك واخد ان دي حاجة في حياتك، بس عمر ما فكر هي الحاجة دي غلط ولا صح. غير لما مثلا حد من بره يقول لك ده الحاجة دي غلط، ده لو انت ما تعرفش نفسك وما بتثقش في نفسك وحد جه قال لك من بره دخيل، قال لك الحاجة دي فيك، هو قال الحاجة دي ليه؟ حلو، واسأله انت قلت الحاجة دي ليه. الحاجة دي من بره، الحاجة اللي بتيجي من بره دي بتبقى عاملة زي التهديد لثقتك بنفسك. مرة وانا صغيرة كنت صاحبتي بتقول انا حاسة ان انا قلبي بيدق من وبتشاور على بطنها، فبقول لها قلبك هنا مش هنا. فقالت لي ايه ده، ايه الهبل ده، القلب تحت. انا عشان ما كنتش واثقة في نفسي ساعتها، لولا ان هي كانت فاكت، انا قعدت يعني انا عدت تفكيري، قلت والله العظيم عدت تفكيري لمدة ثانية. انتوا واخدين بالكم انا مش واثقة لنفسي لدرجة ايه ان واحدة جاهلة تأثر فيا، تشككني في معلومتي. قلت لها لا 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 لا، وخفت، انا مش عارفة ليه خفت. لا القلب هنا. قالت لي بجد. الفكرة ان هنا كانت فاكت انا كنت عارفاها، يعني القلب هنا احنا كلنا عارفين. لكن المصيبة لو حد قالها في حاجة فيك انت ما تعرفش ان هي فاكت. انت لو عرفت نفسك كويس هتبدأ تعرف ان هي فاكت. لو انت عملت your own research، لو انت عملت بحثك الخاص عن نفسك، انت تقرر الحاجة دي صح ولا غلط. الحاجة اللي هتطلع من بره دي، ها في تهديد جاي دلوقتي على الثقة بالنفس، الحاجة دي انت لما تثق في نفسك هتقرر هي صح ولا غلط. عقلك دي فعلا حاجة، دي فعلا حاجة فيا وانا بحاول اغيرها، لا الحاجة دي مش فيا والشخص ده كذاب وبيحاول يسقط مصايبه عليا. حلو. والثقة نوعين، يعني في ايجو، مبقاش ثقة في النفس، بتبقى غرور. وفي ثقة في النفس صريحة،
عشان انت عارف نفسك، انت عارف نفسك، انت عارف كل حاجة عن نفسك. فالثقة التانية بتبقى معرفة نفس. فمعرفة النفس دي اللي احنا بنحاول نوصل لها. هتوصل لها ازاي؟ لما تحب نفسك. لما تحب نفسك. الشخص اللي بيحب نفسه مش مغرور. بالعكس، الشخص اللي بيحب نفسه بيبقى شايف كل الناس اللي حواليه ناجحة. بيبقى كل الناس اللي حواليه ناجحة. فعشان تثق في نفسك تعمل ايه؟ ادي لنفسك وعد وفي بيه. اوعى، اوعى، اوعى تقارن نفسك بحد. مصيبة، مصيبة. المقارنة دي جحيم انت اللي خلقته. انا كنتش بعمل حاجة في حياتي غير ان انا بقارن نفسي. اتخلصت من العقدة دي لما بدأت احب نفسي وبدأت اثق فيها. ساعات الشيطان بقى يحاول يخليني ابص للي حواليا. ساعات المقارنة بتبقى شيطان بيبقى لما بيشوفك ناجح، لما بيشوفك هتبدأ تثق في نفسك وتعرف نفسك وهو مش هيعرف يأثر فيك تاني، يبدأ يحاول يقولك بص، لا لا لا، ده وصل في سنة وانت سنة يا عم، سنة كبيرة قوي، سنة طويلة، وده لو انت اصلا عرفت هتبدأ منين، انت لسه مش عارف هتبدأ منين. لا لا لا، شوف لك حاجة تانية. ده اللي الشيطان بيعمله. الشيطان مش عايزك توصل، الشيطان مش عايزك ناجح. فيبدأ يدخل لك من حتت تفتكر ان انت اللي كده، تفتكر ان انت لو ما بتثقش في نفسك وانت مش بتثق في نفسك. ده شيطان. شيطان مش عايزك تنجح، وانت اللي بتصدق الشيطان ده. فتعمل ايه عشان تغلب الشيطان؟ عشان كده انا بقولك ابدأ مع ربنا. اول ما بتبدأ مع ربنا بتنسى حتة المقارنة دي. اصل هو انت لو انت مع ربنا هتقارن نفسك بحد تاني ليه؟ انت معاك ربنا. يعني انت متخيل العظيم معاك، اللي خلق الكوكب ده معاك. فانا عايزاك تبدأ بربنا عشان ما تقارنش نفسك بحد. انا نجحت في حتة الثقة بالنفس ليه؟ عشان انا بدأت مع ربنا. انا ما بدأتش مع نفسي. انت لو بدأت مع نفسك هتقع. ليه؟ عشان نفسك هتفضل تبص اللي حواليك. انت لو بدأت مع ربنا هتعرف هتمشي ازاي. واللي عارف نفسه عارف ربنا. يعني انا فرحانة جدا في حد كتب كده في الكومنتس، قال من عرف نفسه عرف ربه، ومن جهل نفسه جهل ربه، او مش فاكرة قال ايه بالظبط. بس دي عشان دي حقيقة. انا واخدة بالي ان فعلا دي حقيقة. انا اول ما عرفت نفسي بدأت اشوف الناس كده من بعيد، وبدأت اشوف اللي ربنا كان بيحاول يوريني فيهم وما كنتش شايفاه. فاول حاجة، لو انت عايز تثق في نفسك ما تقارنش نفسك بحد. بعد اذنك، بعد اذنك، ما تقارنش نفسك بحد. عشان هم وصلوا في وقت وانت هتوصل في وقت. انت بس ابدأ، 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 وما تقارنش نفسك بحد. بطل تقارن نفسك بحد وانت لسه ما بدأتش في الحاجة. وبطل تقارن نفسك بحد اصلا شغال في حاجة مختلفة. يعني انا مش فاهمة، انت هتنجح في حاجتك بطريقتك، ليه بتقارن نفسك بحد مختلف؟ ما تقارنش نفسك بحد. اوعى تقارن نفسك بحد. انت لو عايز تقارن نفسك بحد قارن نفسك بنفسك. انت لو وثقت في نفسك الشيطان برضه هيحاول يدخل لك. هتفضل تفكر، هيقول لك بص 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 هناك، دول دول عاملين شغل مولع، ده واخد السما وطاير يا عم، ده مفيش ليك مكان بقى، ده انت لسه بدري، يوه، انت فين والمليون فين يا عم، ريح ريح. عايزاك اول ما تيجي الفكره دي في دماغك تقتلها، تمسكها كده، تدمرها. عشان كل اللي وصلوا عدوا بيها. ما تجيش انت بقى وتقول انا اللي هستسلم. ليه؟ ليه؟ ليه لا؟ ليه ما تبقاش انت اللي توصل؟ ليه ما توصلش؟ ليه ما تبدأش بعديه وتعديه؟ ليه؟ عايزاك عشان تثق في نفسك تدي لنفسك وعود. واول ما تحس ان انت الوعد ده هتخالف بيه، مثلا انت وعدت نفسك ان انت هتذاكر كل يوم عشان انت الترم ده عايز تجيب ايه بلس. اسأل نفسك ليه مش انا؟ ثق في نفسك. ليه مش انا؟ ليه مش انا اللي اوصل؟ ليه مش انا اللي اجيب ايه بلس؟ ليه مش انا اللي اوصل قبليك وابدا بعديك؟ واكسرها على كل اللي في الجامعه مثلا، واكسرها على كل اللي بداوا المجال ده. ليه ما ابداش متاخر واوصل قبليك؟ الموضوع ممكن يكون باين ان هو مستحيل عشان هم بقوا طاروا. هم عشان طاروا عشان هم بداوا. ابدا يا حبيبي، اوعد نفسك، ولما تبدا كمل. اصحى كل يوم متحمس ان انت هتوصل. اصحى كل يوم عندك امل ان انت هتعمل اللي عليك وربنا هيوفقك وهتوصل. والله العظيم انت لو فضلت مع ربنا دي حاجة تديك شجاعة اكتر. دي حاجة تقوي قلبك. يعني مثلا انت لو النهاردة صحيت وما فكش امل خالص ان انت تكمل في الحاجة دي، بس صليت
وشغلت سورة البقرة مثلا وقلت لا، انا ربنا معايا، انا هوصل. وابدأ اعمل الفيديو دون، اكتب الكتاب دون، ارسم الرسمة دي، طلعوا كل اللي جواكم. ازاي تبني من الاول حته الثقه في النفس؟ الثقه في النفس دي جورني طويله، زي ما قلت لكم الموضوع بياخد حب بعدين ثقه. لازم تدي لنفسك وعود وتوفي بيها. واول بعد انا ارشحه لك تعمله انك تقرب من ربنا. بس انا مش بقولك قرب ربنا صلي واعمل اللي عليك، انا عايزاك تنزل في ديبر ليفل، انك ترتاح لما تروح الصلاه، انك ترتاح لما تمسك المصحف، انك ترتاح لما تسمع آية تطمنك فعلا. وده هيبدأ ازاي؟ انك تشوف انت ما بتعملش ايه اتجاه الدين وتبدأ تعمله. او هقول لك انا عملت ايه. انا في الاول خالص لما حرفيا كنت زيرو، بدأت انتظم على صوت الواقعة عشان عرفت ان هي بتجيب رزق. ماما قالت لي انتظمي على صوت الواقعة، هتجيب لنا كلنا رزق، احنا حالتنا المادية متوسطة. فانا كان نفسي اعتمد على نفسي وما اخدش مصروف. انا اصلا ما كنتش باخد مصروف من ماما، اللي هو 100 جنيه وانا خارجه، 200 جنيه لو خروجه كبيره. كنت بحس ان دول برضو حاجات مش هتقضيني، كنت عايزه اعتمد على نفسي واجيب كل اللي انا عايزاه لنفسي. انا قرات سوره الواقعه، انتظمت عليها. دي كانت مصدر الرزق بالنسبه لي. ممكن مصدر الرزق بالنسبه لك يبقى حاجه مختلفه. لو انت منتظم على دي وما جاتش معاك، ممكن انك تطلع زكاه، ممكن انك تصلي على النبي كتير، ممكن انك تذكر ربنا كتير. الرزق اشكاله متعدده. ممكن انك تستغفر كتير، يعني استغفروا ربكم انزل عليكم السماء مدرارا وارزقكم بمال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا. بسبب الاستغفار. الاستغفار هيجيب لك ده كله. فانت في الاول حاول تدي لنفسك وعد ان انت مثلا هتستغفر 1000 مرة في اليوم، ان انت هتصلي على النبي 1000 مرة في اليوم. الوعد ده يفضل ماسك فيه. ده اول وعد اقترح ان انت توفيه، ان انت تشوف طريقه تدخل بيها لربنا. ربنا مش انت. مش انت بعد اذنك. ما تفتكرش ان انت اللي جامد، ما تفتكرش ان كل ده بمجهودك. انا لما افتكرت كده وقعت. اول ما بدات اثق في نفسي قوي بدات اتغير. بدات اتغير وانسى ربنا. احنا مش عايزين نوصل لكده خالص، عشان كده بقول لك ابدا من عند ربنا وقول رب يا رب دخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، عشان ما تتغرش في النص. عشان انا شفت ناس كتير اتغرت وربنا ما بقوش يعرفوا ربنا. ربنا لا اتمسح من دماغه. انا عايزه اوثق حته الثقه بالنفس بانك ترجع لربنا تساله. لو انت مثلا ما بتصليش قيام ليل، حاول اوعد نفسك انك تصلي ركعتين كل يوم بعد صلاه العشاء. اقعد استغفر كده مع نفسك، وبعدين قوم صلي ركعتين. مش لازم تبدا باستغفار او بحاجه كبيره على قلبك، يعني ممكن تستغفر 100 استغفار في اليوم، 100 صلاه في اليوم. ابدأ باللي تقدر عليه حتى لو كانت مرة. أقسم بالله لو فاكر إن أنت ممكن توصل من غير ربنا، فاقفل الفيديو ده وما تكملش يعني. مستحيل مستحيل توصل من غير ربنا. اللي هيوصلك ربنا. لو أنت وصلت من غير ربنا فاعرف إن أنت في كارثة. نرجع بقى لكلامنا. حاول توعد نفسك إن أنت تصلي ركعتين في اليوم، تطلق زي ما يكون إن أنت بتلح على ربنا توصل للحاجة دي، أو إن أنت بتلح على ربنا يا رب ألهمني. مثلا صلي ركعتين او ركعه. ربنا بيحب الوتر، ربنا بيحب الوتر جدا. ماشي، صلي ركعه يعني. لو ركعتين صعبين صلي ركعه اقرا فيها سوره الاخلاص وادعي يا رب الهمني بفكره، يا رب قربني منك كده. ده اول وعد لازم توعده لنفسك، ان انت تقرب من ربنا. حلو. تاني حاجه، انا هبدا معاك من جوه لبره. لازم تاسس اللي جوه عشان تثق في اللي بره. يعني انت ما ينفعش تبقى شخص مش بيحب نفسه. عشان كده بقول لك اتفرج على فيديو حب النفس وبعدين ارجع لي. ما ينفعش تبقى شخص مش بيحب نفسه وتلبس احلى لبس في الدنيا وتبص في المرايه وتحس ان انت واثق في نفسك. يعني هي صعبه. عشان انت لازم تشغل اللي جوه. لازم من جوه تبقى انت مرتاح. لازم من جوه تبقى انت حاسس ان انت بتحب نفسك. عشان كده انت لبست حلو. عشان كده انت حابب تشوف نفسك حلو في المراية. مش العكس. مش العكس خالص. ممكن العكس ينفع في حالات نادرة مع انتظام أطول. أنا بسهلها عليك. لو عايز توصل بسرعة صلح اللي جوه وبعدين اللي بره هيجي لوحده. أقسم بالله اللي بره هيجي لوحده. في ناس بقى بتقولك fake it till you make it. ده برضه صح وهينفع معاك، بس هيقعد وقت عشان انت مش هتستمر. ليه؟ عشان انت لو حاولت تفيك it، حاجة جواك مش هتصدق. حاجة جواك هتقولك بطل أفلام.
حاجة جواك كده هتقول أنا مش مرتاحة، ده مش أنا، ده مش الشخص اللي أنا متعودة عليه في المراية. فهتبدأ ترجع تنازلية، عشان دي عن تجربة شخصية. يعني أنا بحكي عشان أنا جربت في الأول أفيك till I make it، وما عرفتش، ما عرفتش حاجة جوايا ما ارتاحتش، عشان أنا ما كنتش حابة نفسي. هو أنت لو في حد مش بتحبه ولقيته بيوصل، مش أنت ممكن لا مؤاخذة تحقد؟ ما هي دي عشان أنت مش بتحب نفسك. أنت لو شخص بيحب نفسه عمرك ما هتحقد على حد. ده البوينت اللي انا عايزه اوصلها لك. انت لو بتحب نفسك عمرك ما هتحقد لحد، عمرك ما هتبص لحد، عمرك ما هتقارن نفسك بحد. يا جدعان دي مصيبه، المقارنه مصيبه. ودي حاجه والله العظيم انا كنت بعملها لمده ال20 سنه اللي فاتوا. يعني من ساعه ما اتولدت وانا بقارن نفسي، بشوف مين اللي ناجح وافضل اقارن نفسي بيه، وافضل ده انا فاضل لي، ده انا فاضل لي كام فولور وعدي، ايوه ايوه ده انا اشتغل بقى. لا، لو انت فعلا عايز توصل لازم ما تبصش لحد، عشان اللي وصلوا ما بصولكش. اللي وصلوا ما بصوش لحد غير لو بصوا له ان هم قدوة ليهم يتعلموا منه، مش يحقدوا عليه ويركزوا ان هم يعدوه. انت لو ركزت انك تعدي حاجة معينة انت مش هتفلح في كل حاجة. هتفضل ماسك الحاجة دي، مركز فيها، مركز في الشخص ده، تقارن نفسك بيه، تعديه، ثم ماذا؟ هيعديك تاني عشان هو ما بصلكش، عشان هو لما عمل كده عملها بذكاء. بدل ما تحاول تفيك it till you make it. ده صح، لو عايز تعمل كده اعملها وقولي تجربتك، ممكن تنجح ممكن تفشل. انا بقول لك الصح من جوه وبعدين بره. الصح ان الموضوع يجي منك انت، مش ان انت تفيكه، مش ان انت تحاول قوي، ان انت تحاول قوي تبقى الشخص اللي انت عايز توصل له. لا، طب ما تصدق ان انت هو، انت هو. قول انا الشخص ده اصلا. ما تفكش، ما تبقاش فيك. خليك يعني حب نفسك لدرجة ان انت تثق في نفسك ان انت ايه الشخص ده اصلا. وهنا تيجي حتة الثقة بالنفس، الوعود اللي انا بقول لك عليها. سي مثلا انت عايز تبقى شخص مثقف جدا. الشخص المثقف جدا ده هيبقى مثقف ازاي؟ لو قرأ كتير. فانت هتعمل ايه؟ لو انت عايز تبقى مثقف، الوعد اليومي اللي هيبقى لنفسك ان انت تجيب كتاب تقرأ صفحة، ان انت تجيب سطر تقرأه، ان انت تجيب كلمة، يا عم جيب حرف، جيب اللي انت تقدر عليه. الفكرة مش ان انت تعمل اكتر حاجة تقدر عليها، الفكرة انك تعمل اقل حاجة تعمل عليها الاطول مدة تقدر عليها. احنا ن... عايزين الموضوع يبقى هابت، مش يبقى كده. لا، احنا مش عايزينه في لحظة. اوعى تركز ان انت توصل في لحظة، وعارف لو ما ركزتش وركزت ان البروسيس تبقى طويلة هتوصل في لحظة. وانا متاكده ان انت عارف الكلام ده كويس وبتسمعه كتير وبتطنش. بعد اذنك ما تطنش، وادي لنفسك وعد، اوفي بيه. زي ما قلت لك ابدا بربنا. اقول لك حاجه تعملها سهله. شغل صوت شغل صوت البقره كل يوم. والله العظيم يا جدعان، انا لما شغلت صوت البقره كل يوم، يعني لو دخلتوا على الصفحه بتاعتي هتلاقوا منزله 18 فيديو. اخر كام فيديو بداوا يجيت فايرل. عارفين ليه؟ عشان اول ما بدات اشغل صوت البقره، انا مش عارفه ازاي بس في انفجار رزق كده دخل، انا مش عارفه. هنرجع لمرجوعنا. ازاي؟ ازاي تبدا من جوه لبره؟ اول حاجه حب نفسك. حبينا نفسنا، عرفنا نفسنا، خلاص انا عرفت نفسي، اعمل ايه؟ الوعود. نرجع للنقطه دي. ازاي بقى تبدا توعد نفسك عشان توصل للشخص اللي انت عايز توصل له؟ انا عايزاك في ورقه وقلم كده ترسم او تكتب شكل الشخص اللي في دماغك ده اللي انت عايز توصل له عامل ازاي. الشخص اللي في دماغك دون يومه بيمشي ازاي؟ هل لو انت وقفت قدامه هتحس ايه؟ هل لو انت وقفت قدامه كده هيكون هو لابس ايه؟ ماشي. الشخص دون higher version of yourself، يعني شخص متطور منك. يعني مثلا الناس اللي بتقول انا لما اكبر ابقى لابسه بدله، وهيبقى معايا عربيه، وهتبقى وهيبقى وش نضيف، هتبقى ملامحي حلوه، هبقى خسيت مثلا 3 كيلو عن دلوقتي، هبقى شخص بيعرف يتكلم، هيبقى شخص فارد ظهره كده وواثق في نفسه وكل الناس اللي حواليه بتخاف منه، هيبقى شخص قريب من ربنا، هيبقى شخص ملتزم بقراءة القرآن، هيبقى شخص حافظ القرآن. ايا كان الشكل اللي في دماغك ده وانا عامل ازاي، او الشخص اللي انت عايز توصله عامل ازاي، انا عايزاك توصفه وصف دقيق جدا لدرجة ان مثلا تشوف العادة اللي انت بتعملها دي منافية للشروط اللي انت عايز توصل لها. يعني انا مثلا من فترة
لما كلمتكم عن حب النفس بدأت قلت ان انا ايه، انا بحب نفسي، والشخص اللي انا عايزه اوصل لها دي واثق في نفسه، فارد ظهره، بيعرف يتكلم، ما بياكلش ضوافر، عشان دي عقده عندي، انا باكل ضوافري من وانا صغيره. هي بدأت تطول شويه، يعني هي كده طويله. هي كده ضوافر طويله. وده عملت ايه؟ وعدت نفسي ان انا مش هاكلها، وعدت نفسي ان انا لو عايزه اوصل للشخص اللي انا عايزه اوصل له ده لازم اخلي شكله نضيف، لازم عشان اوصل بسرعه لازم ابقى هي بسرعه. وابقى هي ازاي؟ اشوف هي بتعمل ايه واقلدها. هي ما بتاكلش ضوافر، مش هاكل ضوافري. هي بتهتم ببشرتها، خلاص ماشي، انا هشوف هما بيعملوا ايه، وبشرتي اهتم بيها ازاي، واحاول على قد ما اقدر اخليها نظيفه. احاول على قد ما اقدر اول ما اصحى من النوم اغسل وشي، اغسل سناني، ما تبقاش ريحتي وحشه. افرد ظهري كل ما افتكر، عشان دي برضه عقده عندي، لازم افرد ظهري. هي الشخص اللي في دماغي هو كده، الشخص اللي في دماغي واثق من نفسه، بيعرف يتكلم، الناس بتثق فيه، ودايما مستقيم. كلمة الثقة بالنفس لو احنا حطيناها كشكل انسان، الشخص ده يبقى عامل ازاي؟ يبقى شخص وقور جدا، مثقف، يعني واثق في نفسه، مش محتاج حد يقول له معلومة، هو اللي بيدي معلومات، هو اللي بيدي نصايح. حلو. طب النصايح دي هيجيبها منين؟ من الكتب اللي بيقرأها، وايه كمان، من تجارب الحياة، من التعامل مع الناس. فانا اعمل ايه؟ احاول ابدا انزل الشارع، اتعامل مع الناس، اشوف شغل، واركز ان الشغل ده مثلا يبقى فيه تعامل مع البشر. كده انا ببني ثقتي بنفسي، حتى لو الموضوع مخيف، حتى لو الموضوع مرعب، انا هعمله. انا هوعد نفسي ان انا هوصل للفيرجن اللي في دماغي ده، فانا هعمل كل حاجه واي حاجه عشان ابقى انا الشخص ده. فانا هعمل ايه؟ ممكن ابدا بحاجه بسيطه. لو شفت حاجه حلوه في حد اقول له شكلك حلو قوي النهارده، والكلمه الطيبه صدقه، فانا كده خدت حسنه وعرفت اتكلم. الموضوع بيبدا واحده واحده. ممكن اكلم نفسي في المرايه الاول. الناس اللي بتخاف تتكلم بتخاف تتكلم مع نفسها يعني. بتخاف تبص في المراية كده وتواجه نفسها بالحاجات اللي فيها، والحاجات اللي هي عايزة بتخاف عامة تتكلم مع نفسها. فايه، ابدا احاول اكلم نفسي في المراية. ابدا احاول اقرب من اهلي مثلا، اجيب لحد حاجة واديها له وابدا اتكلم معاه، اتكلم في اي توبيك. اهم حاجة ان انا استمر عشان اثق في نفسي ان الحاجة دي سهلة. ازاي تقنع عقلك ان الحاجة دي سهلة وتقدر عليها؟ مثلا لو قلنا ان الحاجة دي انك تركب عجلة، هتقول لنفسك ايه عشان ما تخوفش عقلك؟ عقلك خايف، الحاجة دي جديدة عليه، هيعملها ازاي؟ هتقول له بص، احنا هنمسك العجلة وهنحط رجل هنا ورجل هنا، وهنتحرك، واول ما نتحرك احنا مش هنقع، ما تخافش. لو وقعنا هنجرب تاني، نحط رجلنا هنا ونبدل، مش هنقع. انت لو عرفت تبدل مش هتقع. هي دي الفكرة، انك تفضل تبدل، تفضل تحرك رجلك، تفضل تتحرك، تفضل ماسك في الحاجة اللي انت عايز توصل لها دي، تعمل كل حاجة ممكنة، حتى لو الحاجة دي حاجة واحدة بس فضلت مستمر عليها لأطول مدة تقدر عليها. الأطول مدة دي هتخلق حاجات، معجزات. والله لا، هتخلق معجزات. انت هتكتشف معجزات في نص الطريق كده. فادي لنفسك وعد وانتظم عليه. عشان كده بقولك ابدأ بأسهل حاجة وأقوى حاجة، إنك تسأل ربنا، إنك تصلي، إنك تقرأ، إنك تستغفر. دي اسهل حاجه انت ممكن تعملها، انك تذكر بلسانك. يعني ما فيش حد بيقول لساني وجعني. ابدا باقل حاجه عليك، ان انت تذكر ربنا. وبعدين عقلك هيشوف ان انت دي اكومبلش صغيره بس عرفت تنتظم عليها. انا عايز بقى اغير شكلي، انا عايزه البس حلو. نصيحه مني، لو فعلا عايز تبني الثقه في النفس، ما تلبسش حاجه غاليه، ما تعملش كده. يعني انا بشوف ناس كتير، واغلب الناس دي الناس اللي بتكره نفسها. بعد اذنك حب نفسك وتتفرج على الفيديو. الناس اللي بتكره نفسها بتعمل ايه؟ بتحاول تزين نفسها. الزينة غير حب النفس. إيه الفرق؟ ان انت، الناس اللي بتزين نفسها بتلبس حاجات مش مريحة، وحب النفس ان انت بتختار احلى حاجة عندك بس تبقى مريحة، اكتر حاجة سيمبل بس مريحة ونظيفة وريحتها حلوة. ما يبقاش عندك مثلا هدوم نظيفة وتضطر وتروح تلبس اللي انت بتعود تلبسه كل يوم وهو محتاج يتغسل. ما تعملش كده. لو عايز تثق في نفسك لازم الشخص اللي في المراية ده يكون شخص انت بتفرح لما بتبص له في المراية، اللي هو شخص نظيف قوي. حتى لو انت هتغير لبسك اللي انت قاعد بيه في البيت كل يومين، خلي ريحتك حلوة وانت في البيت، حط برفيوم وانت في البيت، حط مزيل عرق، اهتم بنظافة جسمك. الناس اللي بتزين نفسها بتختار حرفيا الحاجة الترندي
والحاجة دي ما بتبقاش مريحة ومش على مقاسها وشكلها فعلا مش حلو، بس هي ترند. اصل انا اول ما ابقى وسط الناس اكيد انا هحب نفسي والناس هتحبني. عارفين الناس اللي ما بتحبش نفسها بتبقى عايزة الناس تحبها، بس هي مش عارفة تحب نفسها. فأنا عايزاك تتأسف لنفسك في كل مرة كانت مستنية الحب منك، ودايما انت كنت بتسيك الحب من حد تاني. دايما انت كنت بتدور على الشو، الاتنشن من اي حد ما عدا الشخص اللي في المراية. اقسم بالله لو ركزت على الشخص اللي في المراية كل حاجة حواليك بص هيهجموا عليك كده، هيحسوا ان انت شخص كنز. اول ما تصدق ان اللي في المرايه كنز الناس هتشوفك بنفس الطريقه. لكن انت لو مش شايف كده كل الحب اللي انت هتتلقاه من الناس يا اما هيبقى فيك يا اما هيبقى مصطنع من دماغك انت شايف كده، يا اما هو مش هيبقى موجود اصلا. انا فتحت الفيديو ده وانا عشان انا سالت نفسي السؤال ده. ليه؟ ليه مش انا؟ ليه ما افتحوش؟ ليه لا؟ ليه ما جربش؟ الشيطان بقى يفضل يقول لي ايه، يا بنتي ده واحده فتحت اليوتيوب اول فيديو ليها جاب 100,000 متابع، يا بنتي ده اول فيديو ليها جاب 800,000. انتي حرفيا بتجيبي 100 و4000 و7000، يعني 10,000 دول فرحانة بيهم قوي. ريحي النهاردة. ده الكلام الشيطان بيحاول يدخله فيا. عارف ليه؟ عشان انا هنجح، عشان انا هوصل، عشان ممكن الفيديو ده هو اللي يجيب مليون. ليه لا؟ ليه مش انا اللي اجيب مليون؟ ليه مش فجأة اجيب مليون واطير يعني؟ ليه ما اطيرش مره واحده؟ ليه ما اجربش؟ ليه لا؟ انا فتحت الفيديو ده عشان قلت ليه لا. انا عندي ثقه في نفسي، حتى لو هي مش موجوده، حتى لو هي مش حقيقيه، فهي موجوده وانا هجرب وهشوف اخري فين. بس مش هسيب، بس مش هحل. هفضل فاتحه، هفضل ماسكه اليوتيوب، انزل في فيديو حتى لو دقيقه كل يوم. هستمر، هعمل وهوصل على فكره. هوصل، انا واثقه في نفسي ان شاء الله انا هوصل. مين اللي قال انا مش هوصل؟ هو انا قرأت على كف ايدي كده ولا شفت مستقبلي هيبقى عامل ازاي؟ ده انا معايا ربنا، انت هبل يا ابني، انا معايا ربنا، انا معايا العظيم، انا معايا القدير، انا معايا العزيز اللي هو ممكن يقول لاي حاجه كن فيكون ومش هيكون. عارف يعني ايه عزيز؟ ان هو لو اداك كل اللي في الدنيا دي كلها مش هينقص في ميزانه حاجه، مش هينقص في ميزانه ريشه. فانا مش خسرانه، انا مش خسرانه لو اديت لنفسي وعد واوفيت بيه وفضلت مكمله. انا مش خسرانه لو فتحت الفيديو ده دقيقه ومحدش يتفرج انا مش خسرانه حاجه. انا بدي لنفسي تجربه، انا بالعكس انا بدي لنفسي ثقه بنفسي ان انا جربت وعرفت واتكلمت وانزل فيديو. الثقه بالنفس مش اللي الناس شايفاه، الثقه بالنفس مش عدد الفيوز، الثقه بالنفس عمرها ما جت من بره ولا جت من موافقه اي حد غيري انا انا اللي اقول انا واثقه في نفسي. انا اللي قلت انا مش فارق معايا كام حد اتفرج، انا التجربه دي لنفسي، ومش فارق معايا انت رايك ايه. انا واثقه في نفسي. اصل معلش انت مين؟ دي العقليه اللي لازم تركز عليها. انت مين؟ انا عارفه نفسي كويس، انا بحاول وهوصل وبشوف اخري فين. انت بقى عجبك ولا ما عجبكش مش بتاعتي. انا اصلا بعمل ده كله عشان نفسي، عشان ازود ثقتي في نفسي، عشان اشوف الفيلد اللي انا عايزه اوصل له، اشوف الشخص اللي انا رسماه في دماغي، بشوف كل حاجه هو بيعملها وبحاول اعملها. الشخص ده بيصحى الساعه 5 الصبح، حلو انا هصحى الفجر، اصلي واحاول اقعد. لو نمت عادي هاجي تاني يوم هحاول تاني. لو نمت، لو صحيت الساعه 11 حلو، هبدأ من اول 11 بقية الحاجات اللي انا عايزه اعملها وهحاول تاني بكرة. حاول، كل يوم في أمل. ربنا صحاك لسبب، ربنا صحاك لسبب، ربنا خلاك تشوف الشمس النهاردة لسبب إن أنت تقدر، إن هو واثق فيك إن في أمل. ربنا بيحبك ويديك فرصة 24 ساعة كل يوم، بيديها لك فرصة تجدد وعدك مع نفسك ومعاه. ليه بتضيع الفرص دي؟ ليه كل يوم يعدي شبه اللي قبله؟ امسك الفرصة دي بسنانك. الثقة في النفس ليها أشكال كتير جدا، أشكال كتيرة جدا جدا أنت مش متخيلها. أنت ممكن عقلك يثق فيك وأنت تثق في نفسك لو أنت قلت إن أنت هتجيب شوكولاتة النهاردة وجبتها. دي حاجة بونص، حتى لو هي مش كبيرة بس هي بونص. بس ستيل انت قلت وعد ووفيته. الشخص اللي بيثق في نفسه لما حد بيديله التليفون ويقول له معلش كلم المندوب
هيمسك التليفون وهيعرف يتكلم. انت واثق في نفسك. فما تفتكرش ان انت مش واثق في نفسك. الموضوع بيبقى تعود. مش معنى ان الحاجه جديده ان هي صعبه. هي مجرد جديده. هي بس جديده على عقلك. عقلك خايف منها. الحاجه لما بتبقى داخله كده عليك جديده، تبقى عامله زي التهديد لعقلك. عقلك كده بيفضل واوي واوي واوي. الحاجه دي جديده، الحاجه دي جديده، مش عارف يبدا منين. بس انت سهلها على نفسك. حاول تشوف ايه اسهل حاجه تبدا بيها، وقول خلاص. جيب تايمر تليفونك، حطه جنبك مثلا وانت بتقرأ الكتاب او بتعمل الحاجه اللي انت عايز تعملها دي. 5 دقايق بس. ماشي، افتح تايمر 5 دقايق. ركز ان انت تركز. ركز في الحاجه اللي انت هتعملها. ده الوعد اللي انت هتديه لنفسك. 5 دقايق تركيز كل يوم في الحاجه اللي انت عايز توصل لها. انا دلوقتي عايز اقرأ كتاب. حلو. هشغل التايمر 5 دقايق، اركز فيهم. مش اقرا صفحه وادخل على اللي بعدها وانا مش فاهمه اصلا الصفحه اللي عدت دي ايه. ركز. ركز. حلو. 5 دقايق تركز. تروح تعمل اي حاجه تانية، مثلا تبص لنفسك في المرايه، تعدل حاجه، ترجع تاني. 5 دقايق تانيين. حتى لو الحاجه دي هتاخد منك ربع ساعه في اليوم. وعد ربع ساعه في اليوم. كل يوم. اكتر من 1%. عارف يعني ايه اكتر من 1%؟ ان شاء الله لو نص في المية كل يوم، انت هتوصل على 200 يوم. 200 يوم ده مش كتير. 100 يوم 3 شهور و10 ايام. بسرعة جدا، بسرعة جدا جدا. 5 شهور، 6 شهور، 7 شهور. بسرعة هتوصل بسرعة. انت الوعد اللي انت هتحطه لنفسك دون توفيه. يعني أنا الفيديو دون فتحته. الفيديو دون وعد بيني وبين نفسي ان انا هعمله. مش فارق معايا هياخد مني وقت قد ايه. مش فارق معايا كام واحد هيتفرج. مش فارق معايا الوقت ده. وعد. ده وعد ليا. بصي، انت عايزة توصلي وانا بحاول. عارف ايه اللي هيحصل؟ انا هوصل. طول ما حاولت، طول ما انت هتوصل. المحاولة ما فيهاش اوبشنين، يا فشل يا نجاح. المحاولة نجاح ونجاح. الفشل دون بتبقى تجربة، ولو كملت هتبقى نجاح. بس تكمل. كمل. اصحى كل يوم. شوف الحاجة اللي انت عايز. 5 دقايق يا بني آدم. 5 دقايق انت بتمسك التليفون. والله العظيم بالساعة انت ما بتاخدش بالك ان هي ساعة. عشان اتعودت على التليفون. طب ما تحاول تتعود على ال5 دقايق دول في حاجة جديدة. ممكن ال5 دقايق دول ان انت تفتح الشباك وتقف قدام الشمس شوية بدل ما تمسك التليفون. حاجة كمان ممكن تبني بيها الثقة بالنفس، ان انت تخلي المكان اللي انت قاعد فيه دون جميل. آه النفسية، الحاجات اللي عينك بتشوفها بتأثر على نفسيتك بطريقة مرعبة. اللي عينك هتشوفه كل يوم هو هيبقى مصيرك بعد كده. يعني ايه؟ يعني ما تصدقش الشيطان لما يقولك يا عم تخلي اوضتك تحط زينة ايه وتعلق حاجات ايه وتخليها حلو ايه وشجر وبتاع. استنى. امشي من المنطقة دي. لما يجيلك أوضة جديدة بقى زينها براحتك، على الأقل هيبقى المكان اللي انت فيه حلو. لا. غير اللي جوه عشان اللي بره يتغير. دي الحاجة اللي تركز فيها. انت لو عايز توصل للي بره، ركز في اللي جوه. ركز في اقل حاجة تقدر تعملها عشان تغير فعلا اللي حواليك. يعني ايه؟ يعني مثلا الأوضة اللي انت فيها حاول تزينها على قد ما حاول تخليها. يعني مثلا لو هي مدهونة باسود او مدهونة بحاجة غامقة، خليها بيضة. تفائل. الحاجات دي بتفرق جدا مع النفسية. يعني اقرأوا في علم النفس الحاجات دي. والله العظيم تأثيرها جبار على المخ. مخك والله هيوصلك لحتت انت ما تحلمش بيها. بس هي small changes اللي هتوصلك. انا غيرت الأوضة بتاعتي وبقى عندي سرير لوحدي. الموضوع ده خد فترة. بس قعدت اوعد نفسي ان انا اغير حاجة حاجة كل يوم. مرة اجيب مراية. مرة احط الشجر دون حوالين المراية عشان تبقى شكلها حلو. مرة اجيب حاجات اعلقها. وكل يوم مثلا لما بصحى بكنس الأوضة، برتب سريري. كل الحاجات دي وعود انت بتعملها بنفسك، ان انت هتوصل للشخص النظيف. الشخص اللي قاعد في مكان حلو. الشخص اللي عايز يوصل لفيلا وقصر وكل حاجة. بيبدأ بأقل حاجة، ان انت تكنس اوضتك مثلا. ان انت تخلي اوضتك نظيفة. مقدرتك ان انت تخلي شكلها حلو بفلوس. مع انها والله العظيم تقدر مع الوقت. تحويشة على التانية على التالتة. حاول تفوكس على اللي عينك شايفاه. عشان عينك شايفاه ده لو هي اتعودت عليه جوه، اللي بره هيبدأ يتغير مع الوقت. المكان اللي انت فيه هيبدأ يتغير مع الوقت. مثلا انا قررت النهارده ان انا شكل الصاله مش عاجبني. يعني الاوضه بتاعتي حلوه، ادخل على الصاله الاقيها زريبه. لا.
انا هعمل زينة رمضان، احط انوار صفرة، هغير الملاية بتاعة العفش، هخلي عيني تشوف حاجات حلوة عشان تتعود عليها. دي الوعود اللي انا بديها لنفسي كل يوم، ان انا على قد ما اقدر احاول اغير اللي انا فيه عشان اوصل لحاجة انا فعلا عايزاها. دي حاجة بتبني برضو الشخصية اللي انت عايز توصل لها مع الوقت. حتى لو انت مش شايف دلوقتي، حتى لو الكلام اللي انا بقوله دون انت مش عارف تتخيل ازاي يا ملك لما انا اغير شكل الاوضه اللي انا فيه، المكان اللي انا فيه كله هيتغير. هيتغير، هيتغير والله العظيم. الموضوع عامل زي اللو اوف اتراكشن، لو كل حاجه كونكتد ببعض. انا عندي ظن عبدي بيه، قانون الجذب ده حقيقه ومذكور في القران يا جدعان. يعني اصلا كلمه انا عند ظن عبدي بيه وانه لحق مثل ما انكم تنطقون، دي اكبر دليل ان انت اللي بتغير حياتك، انت اللي متحكم. اهم حاجه يعني من الحاجات برضو اللي هتزود ثقتك في نفسك، الكلام اللي انت بتقوله لنفسك. في كلام في الاول ممكن تحسه فيك، مثلا انا بحب نفسي، انا بحب نفسي، انا هوصل، انا هوصل، انا هوصل. افضل كلم نفسك في المية، قول لها كده. ده براكتس برضو لازم تعمله، من براكتس حب النفس، ان انت تكلم نفسك، ان انت تقول لنفسك كلام ايجابي يحفزك كل يوم ان انت هتوصل، ويأكد لك فعلا ان انت هتوصل. دي حاجة انا جربتها والله العظيم، انا حياتي بتتغير بس انا مش واخده بالي. انت هتعرف ان حياتك بتتغير لما تبص ورا بعد ما عملت الحاجه اللي انا بقولك عليها دي. لما تبص ورا آه بعد ما عملت ما انتظمت فتره، هتاخد بالك من التغييرات اللي هتحصل. انك تقول لنفسك كلام حلو، يعني ربنا قالك انه الحق مثل ما انكم تنطقون. لسانك هو المتحكم في اللي انت هتوصل له. فبعد اذنك، من الوعود اللي انا عايزاك تديها لنفسك ان انت تقول ان كل كلامك يبقى حلو، ان كل كلامك يبقى طيب، يبقى اللي هو تفاؤل وامل وثقه بالنفس ونجاح. ده الشخص اللي انت عايز توصل له. يبقى انت لازم تتكلم كانك هو. انت حياتك كلها نجاحات، انت حياتك كلها انجازات. وانت على فكره لما تبدا تتكلم كده، عقلك هيبدا يديك اكشنز بقى، هيبدا يديك مأمورية تعملها. ليه؟ عشان انت قلت ان انت هتبقى كده حلو. لما بقى عقلك ربنا يديك حاجة تعملها، امسك فيها واوعد نفسك ان انت هتوصل. اوعد نفسك ان انت هتدي وقت للحاجة دي كل يوم. ما تسيبهاش. مش عارفة اقول لكم كام مرة انتوا بتقولوا لنفسكم ان انتوا هتوصلوا لحاجة والفرصة بتيجي قدامكم، واول ما بتيجي انتوا بتهربوا. عايز عقلك يثق فيك ازاي؟ انت لما بتجيلك الفرصة انت بتنطرها، انت حرفيا بتشوطها برجلك. تفضل تقول انا هوصل، انا هبقى. طب حلو، امسك التاسك ده ونعمله. مفيش. فانت لما يجيلك فرصة ان انت توصل، امسك الفرصة دي بايدك واسنانك. ربنا اداك فرصة يا بني ادم، ما تسيبهاش. فادي لنفسكم وعود كل يوم. انا وعدت نفسي ان انا مش هاكل ضوافري وبدات ما اكلهاش، ودي حاجه بتزود ثقتي في نفسي. انا وعدت نفسي ان انا دايما ريحتي هتبقى كويسه، وشكلي هيبقى كويس في اي خروجه او حتى اي مكان. شكلي يبقى كويس، مش شكلي يبقى كويس شكلي يبقى غالي، شكلي يبقى مريح. البس اللي يريحني. انا لو بحب نفسي هلبس اللي يريحني مش اللي يعجبك، وهيبقى شكلي حلو. بس ودي نصيحتي. ادي لنفسك وعد والتزم بيه، وشوف المعجزات اللي هتحصل، وتوكل على الله. واسأل نفسك كل يوم ليه مش انت، اللي هو ليه مش انا. اسأل نفسك كل يوم ليه مش انا، ليه مش هوصل، ليه ما جربش، ليه مش دلوقتي. هجرب دلوقتي وهوصل بعدين احسن من ما فيش. شجع نفسك كل يوم ان انت توصل بالاربع اسئله اللي انا قلت لكم قبل كده عليهم. ليه؟ ليه لا؟ ليه مش انا؟ ليه مش دلوقتي؟ واتمنى يكون الفيديو فاتكم. بس باي باي.